الصيف هذه السنة واللقب الإفريقي 23 سنة بلا الخنوس العرضية جول. يا أيوب الأولى يا أيوب، الكرة الأولى يا أيوب يا الكعبي، الخنوس في الباس، التحضير ممتاز من بلال، ولكن مصدر الانطلاقة الهجمة الماضية كانت من اللاعب أشرف حكيمي. أشرف يمشي بالكرة، يعطي الضربة الحرة الجانبية لمنتخب لايبيريا، تتهيأ في القائمة الثانية الرأسية. بعد ذلك التصويح يعطيه الله، ينطلق من الجهة اليسرى، ملعوب الكرة عبد الصمد الزلزولي، حكيمي يرفع ديال الكرة في القائمة الأول بالراس. نشاهد المنتخب المغربي ويتوج باللقب الإفريقي. الفي دفع الحكم يقول هناك ضربة مرمى من حارت، يحصل المنتخب الليبيري، مرفوع الكرة الرأسية. بعد ذلك هذه صعبة، مرة جانبية، كرة تمر جانبية خطيرة كانت على المرمى المغربية، والحكم لم يشير في هذه الأثناء ضربة مرمى ياسين بونو. أخطر الكرات الليبيرية هذه لعدم مجددا اللقطة الماضية. طبعا لا خوف على المنتخب المغربي، نقول من الآن لا خوف. يخرج بالكرة، يلعبها في المساحة، الانطلاقة في هذه الهجمة. حارتي حول المرور، هنا محاولة المرور، عزدين أوناحي، إمكانية التسديد، صدر التمرير بلال الخنوس، ماذا سيفعل بلال؟ فكر في التسديد أكثر ما فكر في التمرير. بلال خنوس كان نيته أن يسدد مباشرة عوضا يمرر هذه الكرة تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. هل لاحظتم بأن اليوم مزراوي في الاحتياط، مزراوي العالم، كرة في الجهة اليمنى، هنا أشرف حكيمي يتقدم من الرواقي الأيمن، أشرف حكيمي يرفع ديال الكرة بحثا عن أيوب الكبير لدى اللاعب الخنوس، قدم حارس، إمكانية التسديد، التمرير، إمكانية هنا التصويب، ولكن الدفاع أمامك عزين يا وناحي، يرفع ديال الكرة، وصلت بعد ذلك ناحية يكون أمام منتخب تنزانيا. تفتك هذه الكرة، بلال يمشي بلال حط الكرة لعبد الحكيمي. مهم جدا استغلال الأظهرة سواء حكيمي أو يحيى عطية الله. حكيمي ممتاز، يدخل حكيمي العرضية، الكعبي التمركز لم يكن جيد على مستوى القائمة الأول. عملية 1-2 هنا بين الخنوس وأشرف حكيمي. شوف الخنوس، باس رائعة في العمق، البينية ممتازة في اتجاه فرص للتسديد، ولكن دائما عنده إصرار أنه يلعب الكرة في العمق. هذا عزين أوناحي يتقدم، أوناحي العرضية فيها ركنية بعد التدخل الماضي من مارك باباي. إذا مارك باباي يقطع ديال الكرة وركنية من جديد، واللي لا حدود له بين الجمهور وأيضا المنتخب من خلال الحضور القياسي في ملاعب قطر. هذه العرضية ولكن بعيدة تماما، حول اللحاق بعبد الصمد الزلزولي. هنا الركنية نفذت بسرعة، استلام العزوزي، هنا التسديدة ولكن بعيدة. أسماء الاحتياطية طبعا سنتابع تباعا، ربما الشوط الثاني. هذه تسديدة جول، كان ممكن الهدف الأول عن طريق عبد الصمد الزلزولي، لكن كان في تصدي من بواسون ويني إلى الركنية. نعم مرة أخرى بعد التسديدة الرائعة. هذه ثاني فرصة للمنتخب المغربي بعد الأولى لأيوب الكعبي. أسابيع من الكان، هذا يخدم المنتخب المغربي. تلعب هذه الكرة ولا زالت فيها ممكن هدف، لكن الحكم يتدخل ويشير إلى وجود خطأ. ضربة حرة لويني. يعني كما ذكرت، تغيير في نادي مارسيليا، تغيير المدرب مفيد جدا بالنسبة لأوناحي وحارس قبل أسابيع من الكان، لأنه دايما نتكلم عن الجاهزية عن طريق لعب عبد الصمد. كرة في منتصف الميدان، الضغط رائع، التمريرة من طرف اللاعب أسامة العزوزي، تمشي للزلزولي، رائعة دي التسديدة يا الزلزولي. هنا تسديدة نسخة طبق الأصلية الأولى وبنفس الكيفية. وين يتصدى، يرسل إلى الركنية. نعم الزلزولي في كرتين، في تسديدتين، في لقطتين رائعتين، كان ممكن أن يحدث الجديد. الركنية هنا في تنفيذ حارث مرة أخرى. المنتخب المغربي قريب من التسجيل يا حارث يرفض المنتخب المغربي. المباراة الرسمية تختلف تماما عن اللقاءات اللي عندها طابع ودي، بينما كرة مراوغة ممتازة، أشرف حكيمي حتى ممكن جول
حارس أمين يؤمن الهدف الأول بعد مجهود فردي رائع. حكيمي حتى الكرة ممتازة، أمين حارث نحو الشباك. 1-0 هدف انتظرناه طويلا يا حارث. هو أمين يظهر في لحظة كنا ننتظر فيها نهاية الشوط الأول، لكن المنتخب المغربي أبى إلا أن يخرج متفوقا. 1-0 هذه تحسب لك يا حكيمي، هذه اللقطة تحسب لك يا حكيمي. من هنا البداية ومن هنا أصل الحكاية. مجهود رائع حكيمي، انطلق راوغ، حط كرة ممتازة في الزاوية البعيدة يا حارث، في أقصى الركن الأيمن يا حارث، حتى في الشباك. 1-0. برافو حكيمي، برافو اللمسة للاعبي باريس سان جيرمان. حارث يكمل نحو الشباك. أكيد الاحتفاء ومشاهدة عن قرب لهؤلاء الفتية لاعبي المنتخب المغربي الذين ظهروا وتألقوا في المونديال. التسديدة ولكن بعيدة تماما، تخرج إلى ضربة مرمى. إذا سريعا أذكر باختيارات وليد الركراكي في مباراة اليوم. هناك ياسين بونو في الحراسة، أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، يحيى عطية الله، عزين ناحي، أمين حارسي. وقد يكون مكسب أكبر المنتخب الأول. انطلاقة سريعة، هنا التحضير على الجهة اليسرى، فيها لمسة من عبد الصمد. الزلزولي سدد كعاداته، ولكن هذه بعيدة يا عبد الصمد، هذه بعيدة. الكرة في المدرجات وليس في المرمى يا عبد الصمد يا الزلزولي. هذه الإعادة مرة أخرى. لاعب نادي الريال بيتي فايدة منتخب ليبيريا. التغيير كليا على الطرف الأيسر. هناك ألبير كورفا. هذه النقلات السريعة العرضية والراسية وياسين. بدأ يظهر أكثر أمين، هدف ممكن يحفزه أكثر. أمين حارث، تبادل يا عين يا عين يا عين على السلام والتسليم. العرضية وأمين حارث. أمين حارث يتقدم، يبحث عن الحل، يمرر كرة لعبد الصمد. الزلزولي بالراس، حتى ممتازة. محاولة المرور، ركلة جزاء، ركلة جزاء نعم واضحة بالنسبة للمنتخب المغربي. لا مجال للنقاش ولا مجال للجدل. في لقطة كانت واضحة، وفي كرة لعبت سريعا، وفي لقطة نعم كان فيها الخطأ في حق اللاعب يحيى عطية الله. وهنا فرصة لإضافة هدف الثاني. لماذا الاحتجاج؟ لماذا الاحتجاج واللقطة واضحة؟ عبد الصمد بالراس حتى، والمضايقة كانت موجودة. نعم المسك والمضايقة فعلا في اللقطة الماضية من هذه الزاوية، فعلا المضايقة حاضرة. أبي عينه على الشباك في لقطة يتقدم فيها الكعبي. جول الثاني وأي ثاني، على طريقة الكبار، على طريقة بانينكا الشهيرة. الكعبي يدون ثاني الأهداف والعاشر له بقميص المنتخب المغربي في حضور 26 مع النخبة المغربية. هكذا يحتفل وهكذا نعم هي ردة الفعل بعد لقطة جميلة تؤكد خبرة هذا اللاعب وهدوء هذا اللاعب على طريقة بانينكا في لقطة استعراضية. هكذا الصورة وهكذا اللقطة وهكذا الفنيات التي من أو ربما أمين عدلي سيكون من البدلاء بينما انطلاقة. وهنا ممكن أشرف حكيمي يتقدم. أشرف التمرير عرضية، أوه يا أشرف ليس له أي حدود، بينما الكرة مقوصة. تحرك، حذاري من التسديد، حذاري من التسديد. تسديدة ياسين بونو. سعيد شيبة مع منتخب الناشئين. هنا مراوغة ممتازة، العرضية كرة في منتصف الميدان. التمريرة ممتازة تمرر الكرة. هنا السلة من أشرف حكيمي. أشرف حكيمي يرفع العرضية، لكن هنا أقرب إليه حارس المرمى. لا زالت هنا والحكم يشير إلى ركنية بالفعل، لأن الكرة تجاوزت الخط بالفعل. ركنية تأتي في هذه اللحظات. والقائد هنا أشرف حكيمي هو الذي يتقدم لتنفيذها. نعم أشرف حكيمي أناحي ومع حارث ومع كذلك اللاعب نايف أكرد، بينما كرة تمرر ممتازة، العرضية جول. ضاعت أمين عدلي، ضاعت فرصة الهدف الثالث. كرة كانت سهلة بعد مجهود إسماعيل السيباري. هذه الإعادة مرة أخرى. لحظة الانطلاق، لحظة التقدم، لحظة التمرير. هكذا مررت الكرة طريقة السوداني. السيباري يمرر، واللمسة الأخيرة غاب عنها التركيز. شاب 22 سنة. هنا الكرة البينية الممتازة، خروج حارس المرمى، خروج
بصميته في المباراة، حافظ على مكانه في المباراة. هنا مراوغة أولى ومراوغة ثانية، ممكن جول، فيها جول، فيها جول. الدفاع في آخر لحظة، الدفاع في آخر لحظة في كرة توصل في الكام، بينما كرة بلال الخنوس البينية ممتازة، ممكن جول، ممكن جول. يا يوسف، يا يوسف النصيري، هنا لا زالت، لا زالت. أمين عدلي، عدلي يسجل، عدلي أخيرا، وكأن المنتخب المغربي نعم هنا في لحظة كان ينتظر فيها الجميع هدفا ثالثا يا وليد يا الركراكي. هنا كأن عدلي يقول بأنه فعلا هذه لحظاتي، هذه دقائقي، هذه فرصتي من أجل التسجيل. وفعلا أمين عدلي يفعل أخيرا ويسجل ثالث الأهداف قبل لحظات من نهاية المواجهة. إذا النتيجة تتغير، قلت إصرار كبير على الثالث قبل نهاية المباراة. هنا الإعادة كما جاءت، سدد بقوة باليسرى هذه المرة مركزة يا أمين عدلي. الشباك كانت تناديك يا أمين، الشباك كانت تناديك يا عدلي. في النهاية لاعب باير ليفركوزن. السلام عليكم متتبعي قناة بي إن ماروك، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. تألق أسود الأطلس في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الليبيري مساء الأمس، وقدمت العناصر الوطنية أداء رائع طيلة المباراة، حيث ظهر جل اللاعبين بأداء جيد، خصوصا اللاعب الواعد ومستقبل خط الوسط للمنتخب الوطني المغربي أسامة العزوزي الذي حارت الملعب طولا وعرضا، وكان الورقة الرابحة لوليد الركراكي في هذه المباراة. العزوزي قدم تحركات جيدة وكان أداؤه مذهل طيلة المقابلة، ونتمنى أن يستمر في هذا الأداء التصاعدي. إذن هذا كل ما كان في فيديو اليوم، شكرا لكم على المتابعة، تحياتي للجميع.